هل التأخر اللغوي بيأثر على الطفل وعلى تحصيله الدراسي؟ طيب دوت اللي هنجاوب عليه في الفيديو بتاع النهارده. لما يكون ابني عنده سنتين او سنتين ونص ومتأخر في النطق وما بيتكلمش زي اللي في سنه، طيب هل انا لما انزله حضانة هيتكلم عادي؟ طبعا هي مسألة وقت مش اكتر. لا، الكلام ده كله ملوش اي اساس من الصحة. الفكرة كلها انه لو انا ابني متأخر في النطق ده هيأثر عليه في مهارات تانية كتير، بيخليه انه هو ما يكتسبش مهارات لغوية ومهارات حياتية تانية كتير قوي قوي قوي، وبيأثر عليه في الدراسة فيما بعد، او بيأثر عليه في التأسيس بتاعه في الاكاديمي بتاعه. يبقى لما يوصل مثلا اولى او تانية ابتدائي يبقى عنده مشاكل وانتي مش عارفة المشاكل ديت ايه ولا صعوبة التحصيل الدراسي بتاعه دوت ايه، وبيكون اقل من اللي في سنه، فما بتعرفيش وقتها الحل ايه هو غير لما يتعالج لغويا الاول. طيب انا بقى بقول لك دلوقتي انه لازما الاول انك تعالجي التاخر اللغوي من بدايته والمشاكل اللغويه، عشان حتى لو ابني كان متاخر تاخر بسيط بيجيبه بعد كده مع الوقت او بيوصل للي في سنه مع الوقت. انما لما اسيب المشكله من اساسها واسيب التاخر اللغوي بتاعه وهو هيتكلم وهو هيتعدل لوحده، فيما بعد بيبقى عندي مشاكل في التحصيل الدراسي كتير جدا.